بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء وأبنائي الشرفاء من شعب مصر. النهاردة بالتحديد يوم 10 نوفمبر 2022، يعني بكرة 11/11 اللي الخونة صدعونا بيه، لدرجة ان بعض القوى الأجنبية منتظرة تشوف مصر هتعمل ايه او هيتعمل فيها ايه في 11/11. بالمناسبة قبل ما ابدأ كلامي على يوم 11، انا كنت نشرت مقطع من حوالي شهرين اتكلمت فيه عن الغلاء وعن بعض الحاجات اللي هي متحملة على الاقتصاد المصري. اتكلمت بكل أدب، اتكلمت بصفتي مصري وطني، بتكلم مع رئيس الجمهورية بكل أدب وبكل احترام، من باب النقد البناء. النقد البناء يعني أنا لما أتكلم على مشكلة أتكلم وأعرض حلول، مش هتكلم عن مشكلة وبس كده واسلط عليها الأضواء وخلاص واسيب الناس حزبي. لا، أنا بتكلم في مشكلة وبعرض الحلول، سواء اتقبلت أو ما اتقبلتش، المهم إن أنا يعني اتكلمت. طبعا أنا في التوقيت ده كنت منتمي لأحد الأحزاب، ولكن انا لما عملت المقطع عملته بصفتي الشخصيه ومفيش ورايا خلفيه لا منتمي للحزب الفلاني ولا الاعلان ولا اي حاجه. ولكن بعض الاشخاص ضعاف النفوس اللي مش طايقين حاجه اسمها جمال في النشاط السياسي، يعني حاسين كده ان جمال ده منافس ليهم. ما اعرفش يعني، رغم ان هم يلا الله يسامحهم. المهم خدوا المقطع يعني وصعدوا الامور، وده بيعمل فتنه وده بيتكلم ازاي عن الغلا وبيشكك الناس وما يشككش الناس ويقلب الراي العام. انا لا قلبت راي عام ولا شككت الناس ولا شوهت صوره حد ولا اي حاجه، وربنا يسامحكم. المهم، فانا رفعا للحرج عن الحزب اللي انا كنت منتمي ليه وبحترم قياداته، فانا اعلنت اعتذاري عن مهام منصبي في هذا الحزب، بالتحديد من يوم 18/9، وخلاص. يعني هو الواحد مش هيقدر يخدم البلد ولا يخدم الناس الا من خلال حزب او جمعيه او كيان مهما كان المسمى بتاعه. لا، اللي بيخدم من اي مكان ومن اي موقع، وكل واحد فينا يعني بيحاول ان هو يعمل اللي يقدر عليه لخدمه البلد والناس. دي حاجه كده على جنب. المهم، بالنسبه لبكره، اولا احنا في حاجة اسمها قانون التظاهر. قانون التظاهر بيقول انك انت او اي مجموعة عايزة تنزل تعمل مسيرة او مظاهرة او وقفة او احتجاج او لازم تعمل اخطار للموقع الشرطي، الجهات الامنية،
للدائرة اللي انت بتقيم فيها او اللي هتعمل فيها الاحتجاج او الوقفة او المسيرة بتاعتك، قبلها على الاقل ب 72 ساعة. دي حاجة. سواء بقى اللي عايز ينزل، سواء اخطر الداخلية او ما اخطرهاش، برضو انا بحذرك من حاجات، علشان ما تجيش بعد كده ونقول ايه، الحكومة الظالمة، الداخلية المفترية، ده الدولة بتقمع الناس، دي الدولة بتعمل سياسة تكميم الافواه. لا، انت لو عملت مسيرة او مظاهرة في اي مكان وقطعت طريق عام، القانون بيقول انك انت تعاقب بغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه. العقوبة بتقول انك تاخد حبس ما يقلش عن 2 وما يزيدش عن 5 سنين، او باحد العقوبتين. القانون بيقول انك انت لو وجهت إهانة أو إساءة للرموز الوطنية أو الشخصيات التنفيذية بتعاقب بنفس العقوبة. القانون بيقول إنك أنت لو كدرت الأمن العام وهددت حياة المواطنين بتعاقب بنفس العقوبة. يبقى انت النهاردة معرض للحاجات دي كلها. فانت يا مواطن، انا بخاطب بقى المواطن المصري الشريف اللي بيحب مصر، ما تخليش الناس دي تلعب في دماغك وتاخدك لسكة انت مش هتعرف ترجع منها. الناس دي عايزة تاخدك في سكة تضر بيها البلد علشان مصر تقع، ويجوا هم يقولوا ايه، اهو احنا كان عندنا حق ان النظام القائم نظام فاشل. فعشان انت ما تبقاش الكرباج او ما تبقاش السكينة اللي الخونة عايزين يطعنوا بيها الوطن. دي حاجة. الحاجة التانية، انت بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من الغلا. امريكا والصين اقوى اقتصادات العالم بيشتكوا من الغلا، بيشتكوا من التضخم. اوروبا اللي الناس بتجازف وتعمل هجرة غير شرعية في البحر، ومنهم اللي بيغرق ما بيوصلش ومنهم اللي بيوصل، وعاملينها ان هي الجنة. حليب الاطفال كان بيتوزع بطوابير. التضخم في اوروبا وصل ل 12%. احنا عندنا في مصر النهاردة 10.5%. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا كنا يعني كل ما نيجي نتكلم على تركيا بالإساءة او نغلط فيها او ندعي عليها على اعتبار ان هي اللي باستمرار بتصدر لنا الارهاب والناس الخونة وبتقويهم عندها وبتشجعهم، كانوا يقولوا لنا ايه، هو احنا نطول نبقى زي تركيا؟ اخي يا ريتنا احنا نبقى زي تركيا. حاضر، يا ريتنا نبقى زي تركيا. حضرتك عارف النهارده الدولار بيساوي كام جنيه مصري؟ 23 جنيه وداخل على 24 جنيه. من سنتين 2 أو 2.5 سنة من قبل جائحة كورونا والحرب الروسية العراقية الأوكرانية، كان الدولار يعني ماشي 14.5 15 جنيه مصري. يبقى الزيادة هنا قد إيه الفترة دي؟
مرة ونص. لان لو قلنا 15 كان والوقت بقي 23، ال 15 لو ضفنا عليها نص يعني 7 ونص، يعني 22 ونص، يعني يبقى الدولار زاد قد ايه في مصر خلال السنتين ونص دول؟ مرة ونص. تركيا الدولار فيها كان من سنتين ونص او سنتين من قبل جائحة كورونا، ودي سجلات ترجعوا ليها وتسعيرات في البنوك المركزية، كان الدولار بيساوي 2 ليرة تركية. 2 ليرة تركية. حضراتكم عارفين النهاردة الليرة التركية او الدولار بيساوي كام ليرة تركية؟ 17 ليرة تركية مقابل الدولار الامريكي. 17 ليرة تركية مقابل الدولار الامريكي. يعني الليرة التركية في نفس الفترة الزمنية اللي احنا زاد عندنا الدولار، وبيقولوا جاي يا اولاد الحقوا ده الدولار عدى ال 20، ده الدولار جاب 23، ده الدولار داخل على 24. يبقى احنا عندنا الزيادة كانت كام؟ قلنا مرة ونص. تركيا من 2 ليرة مقابل الدولار، النهارده الدولار الامريكي ب 17 ليرة تركية وداخل على ال 18. 17 يعني الدولار زاد بالنسبة للاقتصاد التركي 8 اضعاف ونص. 8 اضعاف ونص. يبقى هنا بقى فين هي تركيا اللي يا ريتنا نبقى زي تركيا؟ ها؟ فين؟ احنا عندنا الدولار زاد عندنا مرة ونص. في تركيا الدولار زاد 7 اضعاف ونص. الديون التركية، الديون الخارجية، النهاردة او امبارح كان بالتحديد بتساوي 2.5 ضعف الايراد او الموارد السنوية. يعني في موازنة بنقول فيها عندنا موارد كذا وعندنا انفاق كذا، فالايراد او الدخل للاقتصاد التركي في سنة الديون قديه 2.5. ادي تركيا اللي شغاله بالبلطجه على الغاز وعلى البترول في الشرق الابيض، البحر الابيض المتوسط، اللي عايزه تعتدي على حقوق اليونان وقبرص في الحدود الاقليميه للمياه البحريه في البحر الابيض المتوسط، اللي شغاله بالبلطجه، اللي بتتعامل مع اسرائيل وبتتعامل مع ايران وبتتعامل مع روسيا وبتتعامل مع امريكا وبتتعامل مع دول اوروبا كلها، يعني ب100 وش. ومع ذلك اديكم شايفين الاقتصاد بتاعها عامل. يا اللي بتقولوا لنا او كنتوا بتقولوا يا ريتنا نبقى زي تركيا، لا احنا الحمد لله رب العالمين ربنا يعافينا وما نبقاش زي تركيا، لان تركيا فيها الممول الاساسي او المورد الاساسي للاقتصاد التركي، حضراتكم عارفينه بيجي منين. والعياذ بالله ربنا ينجينا وينجيكم وما توصلش مصر تبقى زي تركيا. هم بيتمنوا ان مصر تبقى زي تركيا، ولكن احنا بنقول الحمد لله رب العالمين ربنا يعافينا ويحفظ لنا مصر بنزاهتها وعفتها وامنها وخيرها. احنا عندنا خير، ولكن احنا اللي وحشين مع بعض. يعني على سبيل المثال لما تيجي صفيحة السولار تزيد 5 جنيه، ويجي سواق الميكروباص اللي هو بيعمل مثلا مشوار 20 كيلو بالأجرة معاه 14 راكب، الصفيحة دي بتأديه يعمل مشوارين رايح جاي ورايح جاي معايا. الأجرة بتاعت النفر الواحد مثلا على سبيل المثال
3 جنيه، تلاقي السواق قال لك عايز كام؟ عايز 3.5. ليه؟ لا السولار غير يا بيه، السولار غير يا بيه. طب لما انت تاخد نص جنيه زيادة من 14 نفر رايح جاي يبقوا 28 نفر في مشوارين ب56 نفر، في نص جنيه ب28 جنيه، يبقى الصفيحة زادت 5 جنيه، انت تاخد مقابلها 28 جنيه. حرام عليك. يبقى العيب هنا فين؟ فينا احنا. البعض مننا بيستغل الغلاء علشان يتربح من وراه. لما يبقى تاجر عنده مثلا 20 طن رز، وجايب الطن وقت ما كان مثلا ب 8000 جنيه، علشان الكيلو يتباع ب9 جنيه او ب9 جنيه ونص. ومرة واحدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية الرز رفع، بقى الطن بكام؟ مثلا يعني ب 12000 جنيه. الراجل عنده ال20 طن جايبهم من حساب 7000، يبيع النهارده بكام؟ بالسعر الجديد. بالسعر ايه الجديد؟ اللي هو يبيع ب 13 ب 14. تيجي تقول له يا عم ده انت جايبه رخيص، يقول لك يا عم لما غالي، هو انا اغلى من الحكومه؟ طب تعالى النهارده بقى الرز رخص تاني، كان التاجر ابتدى يشتريه من السوق على احس ان هو غلي، اشتراه مثلا ب 12000 وجه نزل ل 7000، يبقى بدل ما كان بيبيعوا ب 13 وب 14 المفروض انه يبيعوا بكام؟ ب 8 وب9 او ب 8 ونص وب9. يقول لك لا لما انا جايبه غالي. طب ما انت كنت جايبه رخيص، ولما غلي السعر انت بعته غالي، يبقى انت استفدت الضعف 3 اضعاف. مستخسر فينا النهارده انك انت ترجع اللي اكتسبته او اللي اخدته بدون وجه حق لما السعر رفع. فهنا العيب فين؟ في البعض مننا احنا. ليه؟ فينا ناس بتستغل الازمه علشان تتربح من وراها، علشان تكسب من وراها، وده العيب. ادعي ربنا ان كل تاجر او كل متحكم في سلعه ما يقدرش يستغنى عنها الشعب المصري، ادعوه ان هو يتقي ربنا. النهارده دنيا وبكره اخره، والكفن ما فيهوش جيوب، الاخره ما فيهاش واسطه. عملك تتدفن مش هينوبك فايده الا من عملك، واذا كان لك ولد صالح يدعو لك. فلوسك هيدفنوك من هنا ويرجعوا ياكلوا بعض عشان يوزعوها على بعضهم. مش هينوبك منهم يا حتى الدعاء. يمكن منهم اللي هيدعي عليك يقول لك عشان انا ظلمت، انت ظلمتني، والعياذ بالله، وربنا ينجينا ان شاء الله. عايز اتكلم في حاجه تاني. البعض، بقول البعض، عايز ياخد الشعب المصري في عز الازمه اللي احنا فيها لايه؟ اهلي وزمالك. البعض عايز يقسم البلد اهلي وزمالك. دي رياضه، كوره، للتسليه وللترفيه، عمرها ما كانت اداه للفرقه بين الشعوب. عمرها ما كانت اداه للوقيعه بين ابناء الوطن الواحد. دي بتعمل وقيعه ما بين الاخ واخوه، وما بين الاب وابنه، وما بين الزوج وزوجته. الناس دي عايزه ايه؟ عايزين ايه من مصر؟ وفي الاخر يقول لك انا وطني، انا بحب مصر. حرام عليكم، اتقوا الله
اتقوا الله في شعب مصر، وسيبونا نتحمل الظروف اللي احنا فيها. مش ناقصة تعصب، مش ناقصة إرهاب فكري رياضي. مصر مش ناقصة، مصر غالية علينا يا اخوانا. مش عايز اقول لكم الكلام اللي بيتقال كتير. بصوا على ليبيا، بصوا على سوريا، بصوا على العراق، بصوا على اليمن، بصوا على السودان. انتوا عارفين كيلو اللحم في السودان بكام؟ السودان اللي كانت بتصدر لنا لا مؤاخذة عجول ولحم مجمد، كنا نجيبه ناكل فيه ونقول ليه لحم سوداني، لحم سوداني. عارفين كيلو اللحم في السودان بكام النهارده؟ ب250 جنيه. اسف جدا. كيلو اللحمة في السودان ب750 جنيه سوداني. كيلو اللحم في السودان، لحم المجمد، ب750 جنيه. السودان اللي كانت بتصدر لنا الذبايح، كنا بنستورد منها اللحم. احمدوا ربنا يا مصريين، واتمنى ان بكره يوم 11 نقعد في بيوتنا ونستمتع، واللي عايز يطلع يتفسح يطلع. بكره يوم جمعه عطله رسميه واجازه اسريه. قضي يومك طبيعي، ولا تنساق خلف اي دعوه بيدعيك ليها خاين قاعد بيستجم في الخارج وبيتنعم على قفا مصر، وعلى قفا ان هو معارض سياسي او مضطهد سياسي زي ما بيقولوا، انما هو خاين سياسي. يا مصريين، ما عندناش غير مصر واحدة، ما عندناش غير وطن واحد. مفيش بلد في العالم هتسعنا زي ما احنا سايعين وعلى راسنا من فوق اخواتنا واشقائنا، سوريين، سودانيين، عراقيين، ليبيين، لبنانيين، عايشين في مصر معانا على قدم المساواة. ولكن احنا يا مصريين، لان احنا كتار، احنا داخلين على 115 مليون، مفيش وطن هيسعنا، مفيش 10 دول 30 دولة هتقدر تساع المصريين. هنبقى لاجئين على حدود الدول، نفترش الأرض ونلتحف السماء، ونهفو ونشتاق لكسرة خبز أو جرعة ماء. يا مصريين، احنا في نعمة، بلدنا محفوظة بأمر رب الكون. لا أمريكا ولا بريطانيا ولا روسيا ولا الصين ولا أجدع دولة في العالم تقدر تتحكم فيك. هم ما يقدروش يتحكموا إلا في عقول الضعفاء اللي هم بيستغلوهم علشان يدمروا الأوطان. اوعى تفتكر يا مصري ان استقرارك مطلوب لدى الأجانب. لا، ده انت كل ما تاخد خطوة ناحية الاستقرار فانت بتدق مسمار في نعش السيطرة الأجنبية. ولا ناسيين ساعة ما الراحل جمال عبد الناصر رحمة الله عليه لما أمم قناة السويس؟ حرب ثلاثية اتعملت علينا، وهي كانت حرب عالمية، لأن هي 3 دول مدعمة من باقي الدول الأجنبية. إزاي مصر تبقى صاحبة قرار؟ النهاردة مصر هي صاحبة القرار، ويمكن من أسباب الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها من ضمنها
ان مصر اصبحت صاحبة قرار. مصر ما بتبيعش قرارها مقابل دعم او معونة. مصر بلد الشرفاء، بلد المؤمنين، مسلمين او مسيحيين. مصر مهد الاديان، محفوظة بأمر ربنا سبحانه وتعالى. وبإذن الله، بإذن الله اللي جاي هيكون أفضل وأجمل وأحسن بإذن الله رب العالمين، علشان كلنا نرجع ونقول تحيا مصر من قلوبنا، تحيا مصر بأمانة، وتحيا مصر بينا ولينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.